ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ النهارده بعد مكسب نادي الزمالك على نادي المصري 1-0 بهدف العالمي كابتن احمد سيد زيزو. اصبح نادي الزمالك متسيد مجموعته في كاس الكونفدراليه، وتحتيه بالظبط نادي المصري باربع نقاط، وبلاك بولز تحت المصري باربع نقط فرق اهداف. العقده اتفكت. كان بقالنا 4 ماتشات على التوالي ما بنكسبش المصري. كنا عايزين نتكلموا في كام حاجه كده بخصوص الماتش يعني واللي حصل. احنا الصراحة كزملكاوية ما كناش متوقعين رد فعل اللعيبة ده في الملعب. يعني انا شفت اداء رجولي من اللعيبة، اداء مميز، ضغط من اول دقيقة لاخر دقيقة. بتلعب عليهم كورة، بتنزل تستلم الكورة من تحت وبتحرك كورة، والشوط الاول خطورة جامدة، بس للاسف مفيش حد يعمل الفينش المظبوط او يخلص على الجول. وده طبعا احنا ما كناش متوقعينه بعد رحيل جوميز او هروب جوميز. ما كناش متوقعينه الصراحة، وما كناش مساندين الإدارة في إن هم يدوا أو يولوا أحمد مجدي القيادة بتاعة الفريق، لأن هو كان في مشكلة بيننا كجمهور وبين الكابتن أحمد مجدي، إن هو إزاي يمسك الإدارة الفنية وهو أصلا كان عارف، أو هو واحد من الناس اللي كانت عارفين إن جوميز كده كده ماشي راح الفتح السعودي. دي كانت نقطة مزعلانا من الكابتن أحمد مجدي، ان المفروض انت راجل زملكاوي بتحب الزمالك زي ما انت بتقول، فالمفروض كنت صرحت الاداره من قبل اي حاجه، عشان معنى اصح الاداره تبقى عارفه هتعمل ايه بعد الماتش. والحمد لله ان الماتش ده خلص مكسب لنادي الزمالك. طلع الكابتن احمد مجدي في المؤتمر الصحفي، اتكلم في شويه تفاصيل كده، تعالوا نشوف هو قال ايه. الكابتن احمد مجدي طلع في المؤتمر بعد الماتش، قال ايه بقى؟ قال ان هو بيحب الزمالك جدا وفخور ان هو اشتغل جوه نادي الزمالك، بس هو ما كانش حاسس بالامان، وهو اتقدم بالاستقاله فعلا، قدم استقالته بعد افريقيا، بعد الكونفدراليه. لكن جوزيه جوميز كان متمسك بيه جدا وكان عايزه في الجهاز معاه. وبيقول لك كلمه خاين اللي جماهير الزمالك بتقولها عليه او بعت النادي غير صحيحه. انا بشتغل بدون عقد في نادي الزمالك بقالي عام و8 شهور، فقرار الرحيل ما كانش مادي، كان حاجه غير ماديه جدا، لكن ثقه جوميز فيا وفي قدراتي خلتني افضل في النادي. دي حاجه من اللي هو قالها. قال لك بعد كده انا استمريت في العمل رغم شعوري بعدم الامان، واصريت على تحمل المسؤوليه في مباراه المصري، وارجو من الجماهير الا تغضب مني لانني احب النادي جدا، وقدمت استقالتي مرتين قبل كده واترفضت بسبب جوزيه جوميز ان هو كان متمسك بيه. احنا الصراحه من بعد الماتش ما حسيناش بفرق، حسينا ان اللعيبه نازله شايله مسؤوليه ونازله تلعب وحاطه في دماغها مكسب. فالصراحه احنا مش زعلانين، اللي بيعمل معانا حاجه احنا بننساها له، يعني جمهور الزمالك نساي بيغفر. احنا بندعي لك في خطواتك الجايه، ربنا يكرمك كابتن احمد. نيجي بقى للعراب كريستيان جروس. كريستيان جروس من الصبح قاعدين نسمع اخبار ان هو وصل القاهره. الراجل وصل، الراجل هيجي يعمل عقد، الراجل هيجي يمسك الفرقه. ما كانش اكيد، ما كانش في حاجه اكيده، ما كانش في حاجه رسميه، لحد ما شفنا الراجل فعلا في المطار، وشفنا الراجل في الاستاد بيأزر الفرقه. حتى كمان هننزله كام صوره كده لكريستيان جروس بعد الفوز او بعد الهدف بتاع زيزو. الراجل زملكاوي. الراجل انا كنت في بعض الاحيان كده لما الزمالك كان بيكسب بطوله او يكسب ماتش او يكسب حاجه مهمه في افريقيا او كونفدراليه، كنت بلاقي تصريحات طالعه من كريستيان جروس. لا، الراجل حابب المكان او هو بيحب المكان. فتعالوا نشوفوا بقى الصور اللي نزلت له وهو بيحتفل مع كابتن حسام.
بقى نتكلموا عن تفاصيل العقد اللي هم اتكلموا عنها. بيقول لك عقد جروس مع الزمالك سيكون لنهاية الموسم الجاري، وسيكون قابل للتجديد بموافقة الطرفين. يعني هو بمعنى أصح هو الموسم ده هيجدد معاك أو هيتعاقد معاك الموسم ده. لا، الفرقة بمعنى أصح قادرة إن هي تكمل معاه. المجلس جاب له صفقات هيكمل. راتب جروس ومعاونيه في الزمالك سيكون 85,000 دولار شهريا. جروس اتفق مع مسؤولي الزمالك على ضم مدرب حراس ومدرب مساعد يجيد العمل كمخطط أحمال. سيكون هناك 2 مساعدين، وسيكون أمير عزمي مجاهد أحدهما بنسبة كبيرة، مع تواجد أي من محمود فتح الله أو أحمد عيد عبد الملك في منصب المدرب العام. ماشي، 2 زملكاوية، 2 من أبناء نادي الزمالك، فدي حاجة كويسة. المفاجأة بقى إن هو عايز مدرب الحراس يكون توماس جيروتر ده، ولا مش عارف اسمه إيه. طبعا هو كان شغال مع جروس الفترة اللي فاتت اللي هو مسك فيها الزمالك. الراجل ده فعلا كان سبب في تحول جنش بطريقة غريبة، وكان خلاه من حراس المنتخب الأولانيين يعني. الصراحة أنا شايفه مكسب كبير جدا لنادي الزمالك. نيجي بقى على آخر نقطة أو آخر نقطتين، وهم هيخصوا النادي الأهلي. كولر احنا ما اتكلمناش عليه امبارح ولا على اللي عمله في الماتش، مع ان احنا كلنا زملكاويه اهلاويه شايفين انه اللي هو عمله ده خرافات، ان هو يطلع وسام ابو علي وينزل كهربا. فمش عايز ادخل واتعمق في الموضوع، لان احنا النهارده بنتكلم على الزمالك والمكسب والاسباب اللي حصلت. بس ان النهارده من شويه جالنا خبر ان حمدي فتحي نادي الاهلي اعاره عشان كاس العالم، وده خبر حلو. حمدي فتحي من اللعيبه الهايلين الممتازين، صح، لاعب منتخب مصر، لعيب جامد جدا في نص الملعب، هيفرق مع النادي الاهلي. الحاجه اللي مضايقاني بقى ان كولر مش عايز عمر الساعي، وبيطالب برحيله من النادي الاهلي، والحمد لله ان ده طبعا ما تنفذش، لان عمر الساعي ده موهبه فذه حرفيا. انت جبته قضيت عليه في الاهلي. ما تنساش اللايك يا صاحبي، واعمل اشتراك عشان نكبروا بيكم. يلا سلام.